السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة معنا توكة جميلة قوي. نبدأ بسم الله ونقول حاجتنا. احنا معنا شريط 4 سنتي، هقطع منه 5 قطع مقاس 8.5 سنتي، وقطعتين مقاس 20 سنتي، و3 قطع تاني مقاس 8.5 سنتي. الستان مضلع، عايزة تعمليه دبل فيس اعمليه، عايزة تعمليه وجه واحد اعمليه، المتاح لديكي تعمليه. زي ما انتوا شايفين انا بتني الحرف مثلث كده، واروح تانية المثلث مثلث تاني عشان يديني ورقة الوردة اللي قدامكم دي، اهو بيبقى بنفس الشكل ده، وبعد ما يتكشكش بيبقى بالشكل اللي قدامي التاني ده. هنا انا مسرجة طبعا، فهوريكم تاني بس في الورقتين التانيين. هنا هبدأ اسرج بقى، انا مدبسة بالدبابيس والمشبك. زي ما انتوا شايفين بسيطة وسهلة، تقدري تعمليها مشروع، تقدري تعمليها البنوتشك، يعني هتستفادي منها هتستفادي. الشكل بيبقى جميل جدا بعد ما بتتقسم، بتبقى زي ورقة الوردة. طبعا انا هعمل الرق الاولاني من الوردة 5 وردات، 5 ورقات يعني. ومع السراجة زي ما انتوا شايفين كده بتديني المنظر اللي بيطلع قدامكم بعد ما بشد الخيط كده. زي ما انتوا شايفين احنا عملناها قبل كده في كذا توكة، بس المرة دي انا عاملاها على طوق برضو بمناسبة شغل المدارس، يعني ممكن تعمليها ابيض برضو جميلة، وفكرتها بسيطة أو مش مكلفة. إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالطريقة دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللي بيشوفنا لأول مرة يا حبايبي يدق الجرس، واللي بيشوفنا ومشترك يعمل لايك. ما تنسونيش يا حبايبي عشان الفيديو يترفع لأكبر عدد يقدر يستفاد منه ويشوفه. واللي عايز ينتقد اي حاجة يقولي، انا ما بزعلش عادي. واللي عايز حاجة برضو يقولي هعملها وانفذها له. هنا دي الورقة ال5، انا بوريكم ان عرضها 8 سنتي ونص. لا تنسوا، انا بفكركم عشان تبقى سهلة عليكم. هاجي برضو من الناحية التانية اعمل المثلث نفسه، واروح تانية برضو نصين على فوق. شكله حلو قوي، بس لاحظوا ان المثلث لما تتنوه على الاتجاه اللي هتتنوه منه على الحرف ده هتتنوه من الناحية التانية نفس الحرف، عشان ما تنسوش يا حبايبي. سهلة قوي ومش متعبة. ادي كده الورقة ال5، وهقفل الوردة. ادي بالطريقة دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
طبعا كده بعقد الفتلة وبشدها، يعني بقفل السراجة، بقفلهم الحرفين على بعض. اجي كده الشكل. انا بشوف منظر الوردة اهو، منظرها جميل قوي والله، مش شكر عشان انا اللي عاملاها، هي فعلا منظرها جميل وبسيطة وسهلة. هنا بقى الشريطين ال20 سنتي انا بوريهم لكم تاني، شريطين دي ودي، فانا هنصصهم كده وهعلمهم بدبوس الابرة. انا مرضتش السع بالولاعة لان الستان المضلع ده خفيف قوي، بيبقى يعني مش جامد كده زي الستان الدبل فيس. هنا بقى بلسع الحرفين بالولاعة والتانية كذلك زي ما انتوا شايفين. ابدأ بقى اتنيها فيونكة. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. هنا برضو بعمل التانية وبرضو هعلمها بدبوس الإبرة. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايبي اللي عايز حاجة أعملها له تكون محددة يبعتلي وهعملها له. واللي مش عاجبه حاجة في الفيديو يقولي. عادي كلنا بنتعلم مع بعض. وكل واحد بيحط انطباع ذوقه في الشغل، بيطلع الشغل جميل من ايديه. بصوا المنظر، الشكل بدأ يظهر. هجيب بقى هنا الوردة دي هجربها، لقيتها مش قد كده فهشيلها تاني. دي اللول اللي انا عاملاه بحطه، هو حلو، بس انا بقى هعمل 3 ورقات تاني، وردة تاني صغيرة، يعني انا قلت هتبقى احلى واعلى. قلت دي هي محتاجة انها تعمل فيها وردة صغيرة تاني فوقيها، بدل ما احط لها الوردة الفوم دي. انا هنا ثبتها الاول على حتة جوخ من ورا، وهجيب بقى بعد ما اظبطها كده هجيب شريط المضلع تاني وهقطع 8.5 سنتي زي الاولانيين، وابدأ اعملهم هما 3 ورقات بس مقاس 8.5 سنتي. وهتني مثلث برضو من الحرف ده ومن الحرف ده، نفس الطريقة الاولانية اللي عملناها في الوردة الاولانية اللي قدامنا دي هنعملها عشان نكمل بيها الفيونكة بتاعت التوكة. زي ما انتوا شايفين نفس الطريقة. جميلة جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. لا إله إلا الله. زي ما انتوا شايفين اهي نفس الموضوع، هعمل نفس الطريقة في الشريطة دي اهي، اتنيها مثلث والمثلث هنصصه بمثلث تاني، واعمل بالمشبك هعمل برضو من الناحية التانية وكذلك، عشان لما اجي اسرك تبقى سهلة علي.
انا اقدر اتحكم فيها واعملها وانا بسرج، بس انا عشان اوريكم المنظر بتاعها بتبقى مربعة كده. ابدأ اسرج من الحتة اللي انا مش قافلة عليها المثلث، يعني من الحتة المقفولة خالص. لا اله الا الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اجي كده الورقة الأخيرة برضو تنيتها مثلث في مثلث زي ما انتوا شايفين كده، يعني مش صعب، واللي عايز يعملها يعملها، حتى لو ما بيعرفش يعمل توكة يعملها لأنها بسيطة. أهم شيء تتبع الخطوات صح، هتبقى جميلة وهتطلع من ايدك جميلة قوي، حتى لو أول مرة بتعملي توكة هتطلع شيك وحلو. ادي كده عملتها، بحطها فوقيها واشوفها بعد ما قفلتها فلقيتها شكلها حلو. هبدأ بقى امسكها بالشمع زي ما انتوا شايفين كده. ادي المنظر بتاعها اهو. هجيب بقى اللولي اللي انا عاملاه ده وحاطه فيه خرزه من نفس اللون بتاع الشريطه، واحط عليه الشمع واروح برضو لازقاه فوق الورده، بقى شكلها جميل زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اجيب شريط تاني 6 سنتي، شريطة 6 سنتي او 7 سنتي، هتنيها عشان طبعا الستان ده عريض، وهجيب الطوق البلاستيك. انا عنديش طوق حديد، فعندي طوق بلاستيك مش مكسية، هكسيها. هكسي الطوق الاول، هقطع ال7 سنتي اللي انا قلت لكم عليهم، اللي هم عشان اقفل بيهم الفيونكة دي اللي قدامي على الطوق. هبدأ بقى الف الستان على الطوق الاول، هحط لزق او شمع برضو المتاح عندك. انا بحاول اقلل من الشمع شوية وبعمل باللزق شوية، يعني عشان الشمع بقى غالي جدا. انتوا هتعجبكم لما تتعمل وهتشوفوها. ممكن تعملي منها دست وتنزلي مشروع، تعملي الدستة مثلا ألوان وتنزلي تشوفي بيها المحلات، تعرضيها على المحلات هتشتغلي والله. ممكن تعرضيها على أصحابك يشتروا منها للمدارس، لو عملتي منها الأبيض جميل، الألوان جميلة برضو حسب ما انت عايزة. اديني خلصت الطوق. هنا بقى بقفل اللي هي ال6 سنتي دي ولا ال7 سنتي اللي انا قصيتها، هبدأ الزقها على وش التوكة كده. انا عايزاها ما تبانش ان فيها وصلة، فانا بلزقها بدايتها من وش الفيونكة. هسيب برضو ال4 صوابع اللي انا قلت لكم عليها، هي حوالي كده 7 سنتي برضو في الطوق. اي طوق بنعمله كده على بعد 7 سنتي او 8 سنتي حسب ما انت عايزة، او عايزة تخليها في النص بتخليها، كل واحد حسب ذوقه. هبدأ بقى ايه ألزق الشريطة اللي انا عملتها كده زي ما انتوا شايفين. انا حاطة الطوق اهو، هبدأ احط الشمع والزق. هنا بقى هتبقى منظرها نضيف، مش هيبقى فيها وصلة. هخلي الوصلة من فوق فيها، الفها مرتين الفيونكة مع الطوق بالشريطة اللي انا عاملاها. وبعد ما الزقها زي ما انتوا شايفين كده هقص، لو فيها زيادة هقصها واكمل لزقها، لو ما فيهاش زيادة خلاص. انا كده عملتها. هحط فوقيها الوردة، وبفن بسيط. يومك سعيد مع ماما شوجة. مع ماما شوجة هتفيدي وتستفادي. السلام عليكم ورحمة الله.